السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض ام علي بطريقه اقتصاديه جدا، من غير باف باستري ولا كريمه طهي ولا كل المكونات الخزعبليه دي. هنعملها النهارده بالجلاش بطريقه سهله جدا، وهتطلع في منتهى الجمال. يلا نبدا. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اول حاجه عندنا لفه من الجلاش، بنقطعها عباره عن مربعات. اي تقطيعه مش هتفرق، احنا بنقطعها بس علشان تبقى سهله عندنا لما احنا ندخلها الفرن ونحمرها، مش اكتر من كده. بنجيب السكينه او المقص وبنقطع لفه الجلاش بتاعتنا الى مربعات. ممكن تستعملي نص الباكت بتاع الجلاش، او تستعملي الباكت كله زي ما انت تحبي. بعد كده بجيب صينيه مدهونه اي ماده دهنيه، وبحط فيها كميه الجلاش اللي احنا قطعناه. وبعد كده بجيب معلقتين من اي مادة دهنية، سواء كانت زبدة، سمنة، زيت، اي مادة عندك متوفرة، بحطها على قطع الجلاش وابتدي افركها زي ما احنا شايفين بالطريقة ديت، علشان تتغلف كل ورقات الجلاش بالمادة الدهنية. بعد كده بدخلها على الفرن من حرارة من فوق وتحت 180، وبقلبها من وقت للتاني عشان تتحمر من فوق ومن تحت. وده شكل الجلاش بتاعنا بعد ما حمرناه، مقرمش جدا زي ما احنا شايفين شكله. بعد كده هنجيب لتر ونص من الحليب، ما يعادل كيلو ونص، عليهم كوباية كبيرة من السكر، والكوباية دي كافية جدا، وكانت التحلية بتاعته مظبوطة جدا. هنقلب السكر كويس جدا مع الحليب زي ما احنا شايفين. بعد كده بنرفع الحليب على النار لحد ما يغلي. احنا عندنا هنا الحليب حطيناه على درجة حرارة متوسطة، ونراعي ان ايدينا تبقى فيه باستمرار علشان اللبن ما يشدش من تحت او ياخد لون. بنفضل نقلب بيه باستمرار علشان السكر اللي معانا يدوب، وكمان علشان ما ياخدش لون من تحت. احنا هنا اللبن بتاعنا داخل في الغليان، بنزل مكعب من الزبدة ومعلقة صغيرة من الفانيليا البودر او الفانيليا السائلة المتوفر عندك استخدميه. بقلب الزبدة والفانيليا كويس جدا مع الحليب علشان يدوبوا في الحليب كويس. بعد من كده برفع اللبن او الحليب من على النار لانه خلاص غلى، ودي المرحلة اللي انا عاوزاها. بعد من كده بجيب الطاجن بتاعي اللي انا هعمل فيه ام علي. لو انت حابة تعمليها في طواجن صغيرة على عدد افراد اسرتك مفيش مشكلة، اللي يريحك عندك اعمليه. بجيب معلقتين من قشطة بتاعة وش اللبن، وبدعك بيهم او ببطن بيهم الطاجن بتاعي كويس جدا زي ما احنا شايفين بالشكل دوت. بغلف الطاجن كويس جدا بالقشطه. بعد كده بجيب الجلاش اللي انا حمرته وبحطه في الطاجن لحد ما املأ نص الطاجن. بعد من كده بجيب مكسرات عندك المتوفر عندك، اي مكسرات ممكن تحطيها. مش متوفر مكسرات مش مشكله، هي حلوه جدا من غير مكسرات برضو. انا هنا كان عندي شويه سوداني وشويه جوز هند، حطيتهم في النص. وبعد من كده هكمل بقيه نص الطاجن ببقيه الجلاش. انا هنا بحط كميه جلاش كتيره، بملى الطاجن، لان الجلاش بعد ما بيشرب الحليب مستوى الارتفاع بتاعه بيقل. انت ممكن تحتفظي بورق الجلاش بعد ما حمرتيه بالشكل دوت، بتعينيه في علبه او في كيس محكم، وتحطيه في التلاجة عندك لوقت الاستخدام. ما بيحصلش له اي حاجه، بالعكس بيفضل حلو جدا، وبيوفر عليكي وقت لما تيجي تستعملي ام علي او تعملي ام علي مره تانية. بعد كده بسقي الجلاش بتاعي بالحليب، وبنزله بالسباتيولا علشان يشرب من الحليب كويس زي ما احنا شايفين. وبنزل او بنزل بكمية الحليب الباقية كلها اللي عندي. بساوي وش الطاجن زي ما احنا شايفين، وبنزل ورق الجلاش كله في الحليب تحت. وبدخل ام علي الفرن تحت الشواية فقط لا غير. انا مش محتاجة ان انا اسوي ام علي، انا بس محتاجة انها تاخد وش مش اكتر. وده شكلها بعد ما خرجت من الفرن. هنقطع حته علشان نشوفها من جوه شكلها عامله ازاي. شايفين جوسي جدا ازاي، ومش طالعه معانا ناشفه، لان احنا حاطين كميه الحليب المناسبه. لفه الجلاش اللي هي نص كيلو بتاخد بالظبط كيلو ونص من الحليب. لو انت حابه تعملي نص الكميه بتاخدي كيلو الا ربع، والمقدار ده مظبوط جدا. شايفين شكل ام علي معانا جوسي وطريه جدا ازاي. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، وربنا يحسن ما بين ايديكم. وكل سنه وانتم طيبين، في رعاية الله. سلام عليكم.